10 أخطاء في اختيار الستاير والسجاجيد. خليكم معانا، تابعونا، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هقول أشهر 10 أخطاء في اختيار السجاد والستاير. 1. لما اجي اختار الستاير كعرض لازم ازود من 50 سنتي في كل جنب علشان اتأكد ان الاضاءة ما تدخليش من الجنب. 2. لما اجي اختار ارتفاع الستارة لازم ما تبقاش قصيرة الارض ولا ان هي تبقى مدلدلة فمتنية فيبقى شكلها وحش. 3. اختيار تعليق البلتكانة او المجرى، سواء هعمله في الفول سيلينج هعمله فوق الشباك لو انا ما عنديش فول سيلينج. 4. اخد بالي من الستايل بتاعي، يعني لو انا عاملة ستايل مودرن يبقى اختياري للستاير يبقى مودرن. لو انا عاملة نظام لو انا عاملة ستايل كلاسيك او نيو كلاسيك لازم الكيرتنز تبقى لازم الكيرتنز تفولو الستايل بتاع الديزاين بتاعي، مينفعش يبقى ده حاجة وده حاجة. 5. لازم الكيرتنز تبقى ماتشنج مع السجاجيد او الكاربتس اللي في نفس المكان، يعني لو ده منقوش يبقى ده سادة والعكس. 6. لازم اخد بالي من الديزاين بتاع الفرنتشر بتاعي او الديزاين بتاعي مع الديزاين بتاع الكاربتس، نفس الفكرة. ما ينفعش يبقى ده ستايل وده ستايل، ما ينفعش ده يبقى ارديكو او ده كلاسيك، لازم يماتش نفس الستايل. 7. احترم الفراغ بتاعي، يعني اخد بالي وانا بختار مقاس السجادة ان هي ما تبقاش لا اكبر من الفراغ ولا اصغر من الفراغ. 8. ماتشنج الالوان، لو انا مثلا بعمل ليفينج او ريسبشن لازم اخد بالي السوفة بتاعتي لونها ايه، هل هي فيها باترن ولا هي سادة، وكذلك الفولو وكذلك الكاربت تفولو الكلام ده. يعني لو انا عندي السوفة او لونها احمر ومنقوشة ما ينفعش اجيب سجادة لونها احمر ومنقوشة هيبقى شكلها وحش. 9. من الموضة اللي طالعة في الوقت اللي انا بشتري فيه، وفي ناس بتفضل ان الكاربتس تبقى سادة مش بيبطل غير اللي فيه باترن. الباترن دي ممكن تبقى النهاردة موضة بكرة ما تبقاش موضة. 10. لازم اسيب فراغ ما بين السجادة والكنبة بتاعتي او الكرسي بحيث ان السجادة الديزاين بتاعها يظهر وكذلك السوفة بتاعتي او الليفينج يظهر. دي كانت اهم 10 اخطاء اتمنى ان احنا ما نقعش فيهم واحنا بنختار الستاير والسجاد بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين، تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.